دكتور فادي ازيك؟ يا صباح الفل يا دكتور هشام، مبسوط ان انا معاك. ربنا يبارك فيك. الوقت احنا بس عايزين نستفسر بما اننا في ايطاليا. الناس هنا بياكلوا بيتزا ومكرونه على طول، يعني اي مطعم ندخله نلاقي الناس بتاكل بيتزا ومكرونه، ومع ذلك ما تلاقيش السمنه عندهم عاليه قوي. ليه بقى؟ انا من رايي واللي شفته في الكام يوم اللي انا فيهم في البلد هنا ان هم بياكلوا في مواعيد ثابته، مش طول اليوم عمالين ياكلوا، يعني بياخدوا وجباتهم فطار، سناك، غدا، سناك، عشاء، في مواعيد ثابته، مش طول اليوم اكل عمال على بطال. كمان كميات اللي بياكلوها زي ما شفنا واحنا مع بعض في المطعم بتبقى كميات قليله جدا، سواء البيتزا او المكرونه، البورشن بتاعتهم بتبقى محدوده جدا. عشان كده بنقول انت ممكن تاكل اللي انت عايزه بس بكميات محسوبه وتبقى بتنبسط وبتخس. تفتكر انت رايك ده ليه؟ حته مهمه اللي انت قلتها دي، وكمان ان هم لازم ياكلوا وجبات صغيره على مدار اليوم، ممكن وجبه او وجبتين او 3 بالكتير، مش عمال على بطال هو ماشي بيشرب حاجه او بياكل حاجه. الموضوع ده هنا مش موجود. الناس كمان هنا منظمه او بتمشي كتير جدا وبيركبوا عجل كتير جدا. عندهم الاكتيفيتي والحياه بالنهار، سبحان الله النهار برضو هنا طويل، فهم بيعملوا اكتيفيتي عاليه. وبرضه هنا البلد بتقفل بدري، يعني هنا البلد بتقفل على الساعه 9 10 بالليل. امبارح كله يكون قافل، مفيش اي حاجه خالص بتحصل في البلد غير الناس بتبدا تعمل استرخاء او بتقضي وقت ظريف مع الاهل. ده مهم جدا عشان الحاله النفسيه، والنوم الكافي هيساعد كمان في رفع معدلات الحرق ويحافظ على الصحه، والاسترس يقل والكورتيزون يقل، فالصحه تبقى احسن. ربنا يديكوا ويدينا ويديله الصحه يا رب يا رب. مع السلامه.